مع كل احترامنا لأي صينية فراخ بالبطاطس عملناها قبل كده، بس الطريقة والتتبيلة دي مش هتلاقوا في حلاوتها شبه. بعملها مخصوص للعزومات القريبة قوي لقلبي. كمان ممكن نفرزها وتكون جاهزة للتسوية لأي وقت حتى في رمضان. تستحق تجربوها وتحفظوها لأكلاتكم المفضلة. تعالوا نشوف الطريقة. هستخدم في الوصفة هنا وراك، تقدروا تستخدموا فرخة كاملة وتبقى نفس الخطوات عادي. طبعا أنا هنا غسلاها كويس جدا ومصفياها من المية، وكالعادة هعصر عليها ليمون بتفتح اللون زي ما قلنا وبتخلي طعمها حلو وريحتها حتى بعد التسوية. هحطهم في صينية واركنها على جنب، وتعالوا نعمل أحلى تتبيلة. في بول هضيف كوباية صغيرة من الزبادي، لو ما فيش اعملوا زي ما أنا عملت، نص كوباية حليب عليها معلقة خل تتكتل وهستخدمها عادي. هضيف عليها معلقة كبيرة من الصلصة، كمان مكعب هريسة أو معلقة كبيرة من الهريسة، ودي بتكون عبارة عن فلفل أحمر حار مفروم مع رشة ملح. معلقة صغيرة من التوابل الكيجن، دي توابل اللي بتحتاجها الفراخ، بتبقى حلوة جدا متحبشة من البيت. هسيب لكم لينك الفيديو اللي عملناها فيه مع بعض أو مكوناتها في تعليق. معلقة كبيرة من صوص الباربيكيو، ملح، دبس رمان، فلفل أسمر، ربع كوباية من الزيت العادي، وعصير ليمونة كبيرة. وقلبوا بقى، أحلى تتبيلة ممكن تعملوها، ريحتها خطيرة. هنزل بيها كده على الصينيه اللي فيها الفراخ، واقعد كده اقلبها كويس قوي علشان كل جزء ياخد من التتبيله ويشربها كويس قوي. كده خلاص جهزت معانا. لو انا هفرزها هسيبها في التتبيله نص ساعه، وبعدين احطها في الاكياس حسب الاستخدام، سواء وراك او فرخه كامله مقطعه زي ما انتوا عاوزين. واشيلها في الفريزر، بعد كده اطلعها اسيبها تفك تماما، وبعد كده اطبخوها بالطريقه اللي تعجبكم او الطريقه التحفه اللي انا هعملها دي، اللي انا متاكده انها تكون طعم مميز جدا. هحتاج حوالي بصلتين كده يكونوا مفرومين ناعم قوي بالشكل ده كده بمبشره او في الكبه. هضيف عليهم حوالي 3 حبات من الطماطم، هبشرهم برده كويس جدا من غير القشر بتاعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. رشه فلفل اسمر، مكعب هريسه اللي هي فلفل احمر حار زي ما قلنا مفرومه. وبعد كده هقلبهم بايدي بقى، دي تريك حلو قوي. الفلفل الاسمر مع الخضار ده خطير. هكون مجهزه شرايح من البطاطس ما تكونش سميكه قوي، سنتي واحد، وقلبوها بقى مع الخلطه الجباره دي. وبس كده. بعد التقليبه الحلوه دي هضيف عليهم معلقتين كبار من الصلصه، وشويه من التتبيله اللي كنا عاملينها، ومعلقتين زيت كده كبار، وظبطوا الملح. قلبوا بقى الخلطه دي مع البطاطس، وضيفوا كوبايه ميه سخنه جدا من الكاتل على طول، وقلبوها. حطوها على النار. انا عايزه بس 10 دقائق تتسبك الطماطم مع البطاطس، والطعم اللي احنا كنا عاملينه مع التوابل دي تخش كده في بعضها، مش قادره اقول لكم. هاتوا بقى الصينيه اللي هتدخل الفرن وحطوا فيها البطاطس اللي احنا كنا عاملينها دي وظبطوها. انا هنا حسيت ان هي كبيره شويه الكميه، فخدتها في طاجن تاني صغير ورصيت عليها الفراخ وشويه كده من التتبيله. يا خبر ابيض على الريحه. حطوا الخضار اللي انتوا عاوزينه. انا حطيت فلفل حار وطماطم وفلفل رومي، وبس كده بقى شكلها زي ما انتوا شايفينه كده. والطاجن الصغير هسويه معاها بس في الفرن لوحده. غطيتها بورق زبده وورق فويل وعلى فرن متسخن. هتاخد حوالي ساعه بالظبط. ممكن كمان فرخه كامله مش هتاخد اكتر برضو من ساعه. طلعتها بعد الساعة، بقت بالشكل التحفة دي. أنا مهما أقول لكم مش قادرة أقول لكم على الريحة. التتبيلة مع الخضار مع البهاريز اللي نزلت، هدهن بيها وش الوراك كده من الخارج لو فرخة كاملة برضو، وارجعها تاني الفرن بقى مطفي. هحطها تحت الشواية بس تاخد لون، والله على الجمال بقى. انتوا ممكن تتخيلوا بس الريحة عاملة ازاي. دهنتها بالصوص اللي نزل منها قبل ما اقدمها، ورشة كده من ورق البقدونس. يا خبر ابيض، خطيرة، شكلها تحفة ويفتح النفس. دي البطاطس اللي حطيتها في طاجن للزيادة، وسويتها واخدت لون حلو جدا تحت الشواية، وقدمتها بالشكل التحفة ده. قدموها بقى مع الرز، كلوها بالعيش مع المخلل، جبارة بجد. أكلة سهلة وما بتاخدش وقت. ده اللفت المخلل اللي كنا عاملينه مع بعض في فيديو، تقدروا تشوفوه. خطيرة جدا، أكلة حلوة وسريعة وسهلة، حتى في رمضان مش هتاخد منكم وقت. طبعا انتوا مش محتاجين اقول لكم الخضار ده طعمه ايه، مشوي وطعمه من بهاريز خطير. جربوها، وكالعادة لو عجبتكم ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في كومنت جميل زيكم. وصحتين وهنا يا رب.